30 من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بالنسبة لزوجات النبي نفس الزوجية لا تعطي قداسة، والقرآن الكريم هو الأساس الذي نبني عليه. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نعم. تقول الزوجية لا تعطي قداسة، ملا ابن العمومة تعطي قداسة لأنه ابن عم النبي. لم نقل القداسة من جهة أنه ابن عم. من جهة ماذا؟ من جهة لا وحي أنزل عليه، لا قداسة لابن العم بمثل لا قداسة للزوجة. من أين هذا التقديس الشيعي التاريخي لشخصية علي بن أبي طالب؟ جميل. تقديسنا لأهل البيت عليهم السلام ناشئ من تقديسنا للنبي صلى الله عليه وآله. النبي عنده فروع برشا، مش الفرع هذاك فقط. وأمر النبي صلى الله عليه وآله لنا بتقديس العترة الطاهرة. يعني الشيعة هم الفئة الوحيدة الذين تمسكوا بالوصية النبوية الخالدة. النبي أوصى بوصية في وفاته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وشني كتاب الله وشني وسيرة من المفترض وكتاب الله وسيرة النبي. لا، وعترة أهل بيتي. رواية لا رواية صحيح مسلم هذا. لا عترة أهل البيت. رواية والسنة. نقطة رسالة رسول بعد لا تصير هجرة. إذا كان هذا هو المنطلق يعني بالضرورة لا يعتد بالأحاديث اللي رويتها نساء الرسول في العلاقات في السيرة عموما. يعني لا نعتد بالسيدة خديجة بالسيدة عائشة. لا، ما عندنا هذا العموم. كل امرأة من نساء النبي تقيم على حدة. نعرفه نحن تاريخ عندنا موجود. لا نعرفه معناها نزاهتها من غير نزاهتها حسب الخطاب الشيعي. بحث علمي تاريخي في كل شخصية. مثلا خديجة كامرأة دل الدليل على قداستها وصدقها. مثلا سلمة دل الدليل على صدقها وقداستها. غير هؤلاء النسوة بعضهم محسنات. يا شيخ كيف نطيب ربي نسأل سؤال، سامحوني الله غالب التفاعل اليوم. تفضل. أنا والشيخ بالأساس، وهذا بناء على اتفاق مسبق. لا عادي، الحرية للجميع. الحرية للجميع. توا تراجع الشيخ قال لي